السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الإكسل. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض اختصارات مهمة جدا في الإكسل هتسهل معايا الشغل وهتخليني أشتغل بطريقة أسرع. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، لو أنا عندي الشيت ده كده وأنا حابب أفتح شيت جديد بعمل كنترول إن، بيفتح معايا شيت جديد. طب لو أنا عاوز أفتح شيت أوريدي موجود عندي في الجهاز فبعمل كنترول أو، أبدأ أعمل براوز واختار الشيت اللي أنا عاوزه. لو أنا خلصت الشغل بتاعي وعايز أسيف الشيت، على طول من الكيبورد كنترول اس هنلاقيه اتسيف معانا. طبعا لو هو كان شيت جديد، يعني احنا لو عملنا كنترول ان وعاوز أسيف ده، لو هو ملهوش مكان متسيف عندي على الجهاز، فلو عملت كنترول اس هيبدأ يطلع لي القايمة، أعمل مور اوبشن واختار أنا هسيفه فين، من براوز أو زيس بي سي، أيا كان أنا عاوز أسيفه فين. طب أنا دلوقتي خلصت شغلي وعاوز أطبع، من كنترول بي هيطلع لي القايمة بتاعة الطباعة بتاعتي، أقدر أختار الخيارات اللي أنا عاوزها وأحددها وبرنت. خلصت الشيت بتاعي وطبعت، عاوز أقفل الشيت عن طريق كنترول دبليو، خلاص قفل لي الشيت. طب أنا دلوقتي الشيت ده ظاهر معايا بس أنا عاوز أجيب شيت تاني، فعن طريق الكيبورد كنترول مع تاب أقدر أتنقل ما بين الشيتات اللي مفتوحة. طبعا بتسهل علينا خطوات كتيرة. كتبت مثلا امتياز، وكتبت هنا برضو امتياز أو جيد جدا، وعاوز أرجع في إن أنا كتبت جيد جدا دي أخليها امتياز مثلا، فعن طريق الكيبورد كنترول زد برجع خطوة للورا. طبعا لو عاوز أرجعها تاني كنترول واي بيرجع الخطوة اللي أنا كنت تراجعت فيها. لو أنا عندي الشيت ده وعاوز أحدده كله فهعمل كنترول ايه، كده هو حدد كل الأعمدة والصفوف. طيب لو أنا كنت عاوز أحدد الجدول ده بس، كنترول ايه وأنا واقف في خلية جواه هيحدد لي الجدول ده بس. لو أنا عاوز أعمل كوبي لصف معين حددته، هعمل من الكيبورد كنترول سي واروح في المكان اللي انا عاوز اعمل له بيست، هعمل بيست عن طريق كنترول في. لو انا كنت عاوز اخد الصف ده ويتمسح من المكان الموجود الاصلي واحطه في مكان تاني، فهعمل له كنترول اكس، كده انا عملت له ان انا هعمل له قص او قط، وهروح في المكان واعمل كنترول في هنلاقيه اتمسح من المكان الاصلي واتحط في المكان الجديد. طيب أنا دلوقتي عاوز أخفي الصف ده، هعمل إيه؟ كنترول مع 9 هيقوم بإخفاء الصف ده. طب لو أنا عاوز أخفي العمود هعمل إيه؟ هعمل كنترول مع الزيرو هيخفي لي العمود. لو نلاحظ أخفى عمود السي. الأسهم اللي في الكيبورد اللي هي للأعلى وللأسفل ولليمين ولليسار، بنلاحظ إن أنا عن طريقها أقدر بكل سهولة أتحرك سواء للأعلى أو للأسفل أو اليمين أو اليسار. لو أنا ضغطت على كنترول والسهم اللي هو لأعلى هنلاقيه هيجيب لنا أول خلية فيها بيانات، وبرضه لو كنت واقف عند 2025 وضغطت كنترول مع السهم الأسفل هنلاقيه هيجيب لي آخر خلية في العمود فيها بيانات. نفس الكلام كنترول يمين وكنترول يسار. لو جينا للشيت هنا أنا عندي الخلية دي فيها معادلة، طبعا بتبقى أوقات المعادلات معقدة فببقى عاوز أعرف الخلية دي قارية من أنهي شيت أو من أنهي معادلة. بسهولة جدا لو ضغطنا كنترول مع ج بيجيب لي أصل الخلية كان فين. هنا جابها لي أهو، آية إبراهيم سنة 2025. لو رجعنا تاني فعلا هو بيجيب آية إبراهيم، وليكن هنا عند باسم جميل وعملنا كنترول ج هنلاقيه فعلا جاب لي سنة 25 بتاعت باسم جميل. لو أنا واقف عند أحمد هنا وعاوز أحدد أحمد بالبيانات اللي جنبيه، فعن طريق الشيفت واضغط على السهم اليسار هنلاقيه حدد لي كل اللي انا محدده، وطبعا لو نزلت تحت هيكمل معايا التحديد وهكذا، ولو طلعت فوق هيشيله ويرجع يحدد اللي فوقيه وهكذا. لو انا واقف في الخليه دي وعملت كنترول سبيس هيحدد لي كل الاعمده اللي مرتبطه بهذه الخليه. يعني لو ضغطنا دلوقتي كنترول مع سبيس هنلاقيه جه يختار كل العمود دي، فلا هنا في خليه معمول لها ميرج، فاختار كل الأعمدة اللي معمول لها معايا ميرج اللي مرتبطة بالخلية دي.
ولو جينا للخلية دي وضغطنا Shift مع Space هنلاقيه هيختار لي الصف بتاعها اللي هو حدده دلوقتي اللي هو الصف رقم 7. بعد ما باخلّص الشغل بتاعي باضغط Ctrl S عشان أسيّف، وبعد كده Ctrl W علشان أقفل الملف اللي أنا شغّال فيه. بكده نكون خلّصنا الفيديو بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.